قررت محكمة جنح العمرانية بجلسة اليوم الأربعاء جلسة 17 من سبتمبر المقبل للحكم في اتهام الفنانة هالة صدقي مساعدتها بالابتزاز والتهديد. وتقدم المستشار شريف حافظ محامي الفنان هالة صدقي ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ضد خادمتها السابقة، حيث اتهمتها الفنانة بالتهديد والابتزار عن طريق الاتصال التليفوني ببعض المقربين منها للضغط عليها حتى تعود للعمل معها مرة أخرى، وإلا ستشهر بها عن طريق السوشيال ميديا. كما اتهمتها بالتشهير والسب والقذف عن طريق فيديوهات بثتها المشكو في حقها عن طريق فيسبوك الخاص بها والسوشيال ميديا. وقدم المحامى المستندات الدالة على ذلك وفلاشة تويت علي كل ما سبق من تشهير وسب وقذف، وطلب سماع شهود الإثبات التي استشهدت بهم الفنانة في واقعة التهديد والابتزاز، والتي استمعت المستشار محمد حسين رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة لقوال شهود الإثبات. وطلعت النيابة العامة المقاطع المرئية التي قدمها محامي الشاكية، وتأكدت النيابة من صحتها وعبارات التشهير والسب والقذف التي تحتويها تلك المقاطع. كما ورد تقرير قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية وتحريات المباحث يؤكد صحة ذلك البلاغ.